سلام الله عليكم. الرحلة باقي ما سالات. وشفنا في الجزء اللي فات لاري وهو كيهرب من بيانكا والبوليس في الباطو. من ورا هاد الحدث البوليس كيقتحموا الشقة ديالو وكيتصدموا باللي كيلقاو اليسان جثة هامدة فوق الناموسية بعد ما قتلها. في النهار الثاني في مركز البوليس ايزابيل كتسول بيانكا الا توصلت باي معلومة جديدة، ولكن بيانكا كتنكر وما كتبغيش تقول لها باللي وصلوا للنيميرو الجاكال. في هاد الوقيته لاري كيتصل بخوه نورمان كيطلب منه يعطيه شي عنوان يمشي يهرب ليه، وكيقول له نورمان خو صبر عليا غير نقلب ونعاود نعلمك باللي لقالك شي مخبأ. في الليل تترجع بيانكا لدارها بعد ما دوزات نهار طويل في الخدمه، وكتصدم بلاري وهو حاط مضايع على العنق ديال بنتها الصغيره، وكان مستعد باش يقتلها قدام عينيها كيف ما قتلات بنته ايما. وهنا تتجبد بيانكا السلاح وتضربه في رجلو برصاصه، وكيكون جرح بنتها ياسمين في عنقها. وهنا بيانكا كتحط السلاح على راس لاري وكتقول له غنقتلك الا ما قلتيليش على بلاصه خوك نورمان، ولكن كيرفض يقول لها وكيطلب منها تيري فيه وتهنيه. وعلى شويه كانت غتقتلو كون ما تدخلات بنتها ياسمين في اخر لحظه وكتمنعها، وكيعيطوا له البوليس وكيهزوه للسبيطار باش يتعالج. وتما كتحاول بيانكا تضغط عليه باش يعترف مكان خوه، وكتبقى تخنق فيه بالمخده باش يعترف. وبعد شويه كيتصل جاكال بنورمان وكيقول له بلي محتاج قناصه جديده بمواصفات اخرى على قبل المهمه اولي. نورمان تيقول له بلي هو مضروب ليدو وما يقدرش يصنع له، وما كيتيق في حتى واحد باش يعاونو في الصناعه ديالها. جاكال تيجاوبو كيقول له غادي نجيب راسي عندك نعاونك حيت محتاجه في ظرف 5 ايام. ونرجعوا لعند لاري اللي كيضطر بعد التعذيب يعترف بيانكا بفين مخبي نورمان، وكيقول لها بلي كاين في المجر تحديدا في مدينه بودابست، وكيوصف ليها الدار والشارع اللي هو ساكن فيه، ولكن ما كيكونش عارف سمية البلاصه بالضبط. في النهار التالي بيانكا تتعرف من مصادر سريه ان اولي هو الهدف التالي ديال جاكار، ولكن ما تتكونش عارفه شكون هو جاكار في الاساس وكيفاش غتوقفو. وكتقرر تقلب على نورمان في اسرع وقت من خلال المواصفات اللي عطاها خوه. وكيوصل جاكار لبودابست وكيتلاقى بنورمان في دارو وكيبدا يعاونو في صناعه القناصه اللي هو محتاج. في نفس الوقت بيانكا تتوصلها مكالمه من صحابها وهي ناعسه في الدار، وكيعلموها باللي قدروا يحدوا مخبأ نورمان. فكتجمع شغلها وكتشطب الدار وكتخلي الدراري ما ياكلوا وكتحرك للمطار. في هاد الوقيته كيبدا جاكال يتمرن على التصويب بالقناصه الجديده اللي صنعوا. وباش نعطيكم فكره على هاد القناصه سيادي، جاكال غينفذ المهمه الجديده من داخل واحد القاعه. هاد القاعه غتكون مشدده الحراسه وعندها باب واحد هو اللي تيدخل ويخرج وفيه سكانير، وباش يقدر يدخلها معاه في حوايجو بلا ما يشدها السكانير اضطروا يصنعوا قناصه ديال البلاستيك كتجمع. وهنا كيحاول يشد ليها العبار ديالها في الرمايه. في النهار التالي كان جالس شاد قهوه في الدريبه حتى كيتصدم بيانكا والفريق هابطين من الطوموبيل هاجمين على نورمان وكيصوني عليه باش يعلمو باش يهرب. ولكن في هاد الوقيته نورمان كان مازال ناعس وما كيسمعش التليفون، وفاش كيفيق كيكون صافي فات الفوت، وكيبدا يقلب على شي سلاح مزيان باش يتحارب معاهم، وكيضطر ياخذ واحد خفيف حيت عنده غير يد وحده، وكيبدا يتيري على الباب قبل ما يدخلوا عليه البوليس. ولكن هما ما تيخافوش وتيهجموا. هنا كيحاول نورمان يتخبى منهم وكيبقاو يتبادلوا الرصاص، ولكن في الاخر كيقدروا يطيحوه ويشدوه حي. كيكتفوه على اساس يستجوبوه باش يعرفوا شكون هو جاكال. وكتاكد بيانكا باللي تواصل معاه، ولكن هو كينكر وكيقول لها ما عارفهاش علاش كتهضر. في هاد اللحظه النيت كيتضرب نورمان برصاصه في دماغه، وكنشوفوا جاكال هو اللي تيرا فيه حيت خاف لا يقول لهم شي حاجه. وكتخرج بيانكا وكتبدا تقلب عليه في كاع البلايص. في هاد الوقيته كيصرخ جاكال عاود وكيهرب به في الغابه، وكتبقى تابعه بيانكا وكتيري فيه ولكن ما كطيحوش. وكتستمر المطارده لحد ما كيجي الليل، وكيطيح جاكال على العود ديالو بعد ما ضرب في شجره ما شافهاش بسبب الظلام، وكيبقى كيجري في الغابه لحد ما كيطيح في واحد النهر. كتجي بيانكا من وراه كتبدا تيري عليه في الماء، ولكن ما كيطلعش وكيغبر ليه الاثار. وبيانكا في هاد اللحظه هو بغات تغوت، ومن وراها كيخرج من الماء في الجهه الثانيه وكيدخل ينعس في الكوري ديال شي فلاح تما. وهاد الاخير ما كينعسش كيفيق وكيلقاه حاط ليه سلاح على راسو كيضربو تا كيغيب، وبعدها كيكتفو كيتسناه باش يفيق باش يعرف القصه ديالو. ومن ورا ما كيفيق كيدخلوا الفلاح للدار هو والقناصه اللي كانت معاه، وكيحاول جاكال يتفاهم معاه وكيقول له باللي يقدر يعطيه الفلوس اللي بغى الا خليه يمشي في حاله. ولكن الفلاح ما تيكونش فاهم الانجليزيه وما تيفهموش شنو كيقول، وتيقرر يستعان بخوه غابي وكيتصل به وكيعاود له. فكيعيط غابي للمساعد ديالو لازلو اللي تيقرا الانجليزيه في لافاك، وكيتحركوا بزوج بهم عند الفلاح باش يتفاوضوا مع جاكال. في هاد الوقيته كيقرب الفلاح من جاكال باش يوكلوا صحه، وهنا كيضربوا جاكال بدماغ كيطيحوه كيقتلوه بموس. كيهز القناصه وكيخرج للطوموبيل ديال الفلاح كيلقاها مخداماش، ولكن ما كيقدرش يهرب حيت غابي ولازلو تيكونوا وصلوا وتيشوفوا جثه الفلاح وكيبداو يتيريو عليه في الطوموبيل. وغابي تيقرب من الطوموبيل يفتحها وكيتفاجئ بها خاويه. وهنا كيبان جاكال من تحت الطوموبيل تيضربو في رجلو وكيخرج راسو وكيزرع عليه رصاصه في الراس. وهنا لازلو
تيكون هز عليه السلاح ولكن ما كيقدش يتيري. وكيسولو الجاكال واش عنده الطوموبيل، كيقول له لازلو وكيطلب منه يوصلو للبلاصه اللي هو بغا. وفاش كان في الطريق كيتصل بنوريا وكيقول لها باللي محتاجها تجيب له ادوات التنكر من الغرفه اللي اكتشفت، وهذا الشيء حيت شحال من واحد تعرف على الشكل ديالو. وبعدها كيوصلوا لازلو للبلاصه اللي هو باغي. وكيقرر جاكال ما يقتلوش بعد ما عرفو مزوج وعنده وليد صغير، ولكن كيهدو كيقولوا الا مشيتي تهضرتي عليا للبوليس غنصيفط لك ناس غيقتلوا لك مراتك وولدك قدام عينيك. وبعدها كيخليه وكيمشي. نورا ساعات نوريا كتوصل عند جاكال ومعها داكشي اللي طلب منها، وكيتنكر جاكال قدامها في هيئه رجل شارف. وكتودعو نوريا في مطار استونيا وكتخليه وكتمشي. وكيكمل طريقه هو لتما باش ينفذ المهمه ديالو. والمفاجاه انه كيركب مع بيانكا في نفس الطياره حتى تكون حتى هي مسافره لاستونيا مع الفريق ديالها. وهذا الشيء باش يامنوا اولي فاش غادي يعلن على المنتج الجديد ديالو اللي غادي يتغتال بسببه. في النهار التالي كيشوف جاكال في كاميرا المراقبه الفارو خو مراته، وهو كان كيسرق ليه من فلوسه من الغرفه السريه. قال لك اسيدي باغي يفتح مشروع، حيت نوريا عارفه وهي اللي خلاته يهز الفلوس. وكيقدروا يرسموا صوره تقريبيه لملامح جاكال، وكتاخذها بيانكا الحارس القاعه اللي غيعلن فيها اولي على المنتج ديالو. وكيبداو يامنوا المداخل والمخارج ديال البلاصه، ولكن هما ما كانوش عارفين بلي جاكال داخل اصلا تما ومخبي في القنوات ديال التهويه ديال القاعه. وهذا الشيء حيت عارف بلي كيف غيوصل اولي للبلاصه غادي يسدوا كاع البيبان، وتا واحد ما غيدخل العرض من غير اللي عندهم بطاقه دعوه شخصيه من اولي. داكشي علاش جاكال دخل القاعه ب3 ايام قبل وتخبى لداخل. من بعد شويه كيوصل اولي للقاعه وكيبدا يستعد الاعلان على المنتج، والناس كامله واقفه كتسنى فيه. فهاد الوقيته جاكال كيوجد القناصه ديالو وكيجيب دويره على الحراس اللي واقفين حداه، كيصفيها ليهم كاملين بشويه باش ياخذ راحته. وكيشد بلاصتو حتى هو تيتسنى في اولي بين راسو، وكيتيري فيه برصاصه كانت غتجيلو في الراس. ولكن كيوقع اللي كيصدموا باللي واحد من الحراس تيتيري على اولي باغي حتى هو يقتلو. وفي نفس الوقت اللي تيرا جاكال حتى هو تيرا وتا واحد ما قدر يقتلو فيهم. القاتل الثاني تيقتلوه، ولكن بيانكا تتاكد باللي كاين جاكال في وسط القاعه هو مول الرصاصه الثانيه. وكيفتحوا المخارج ديال القاعه باش الحضور يهربوا، وكيخرج جاكال معاهم بلا ما يشوفوا حتى واحد. فاش كتسيق الاخبار المنظمه اللي خلصت جاكال باش يغتال اولي ما كيعجبهمش الحال، وكيقولوا باللي الفرصه الوحيده اللي كانت عندهم باش يقتلوا اولي ضاعت. ولكن زينه كان عندها امل باش يحاولوا مره اخرى، بالاخص ان اولي اجل اطلاق المشروع لمده سيمانه اخرى. ودابا اجي نغوص شويه في التاريخ المخفي ديال جاكال باش نعرفوا هاش يكون. في 2013 كان عسكري بريطاني مشارك في الحرب ضد افغانستان. الفرقه ديالو كانت معروفه باغتيال قاده افغانستان. باش كيتفادوا المعارك الداميه كيلجؤوا لفحال هاد الفرق، وجاكال كان قناص من بينهم. بالاحرى كان افضل قناص في الجيش البريطاني ديك الوقيته، وكنعرفوا من خلال هاد المشاهد باللي الاسم الحقيقي ديالو هو دوغا، وجاكال غير سميه عطاها لراسو بعد ما ولا قاتل ماجور. وفي الحاضر كنشوفوا بيانكا اكتشفت في السجلات ديال الجيش البريطاني انه كان شي عسكري سميتو دوغا، وكان قناص حطم الرقم القياسي في ديك الوقيته ونفذ عمليات اغتيال من مسافات بعيده فحال هادو اللي تنفذوا دابا. ولكن كتعرف باللي دوغا غبر ليه الاثر من ورا ما كانوا في شي مهمه وانفجرت المدرعه ديالهم. ولكن بيانكا تتبقى شاكه، خاصه وانه ما لقاوش الجثه ديالو لحد الساعه. في الماضي كنشوفوا شي واحد صاحب جاكال سكران، حتى كيجي عندهم شي واحد تيعرفهم سميتو غاري، وتيعرض عليهم ينفذوا مهمه اغتيال ديال شي رئيس عصابه مقابل مبلغ مالي مهم، حيت هو عارفهم قد هاد الخدمه نظرا لداكشي اللي كيديروا في الجيش. وكيوافقوا ينفذوا المهمه، ومن وراها كيخلصوهم مزيان وكيقرروا يستخدموهم تاني في مهام اخرى من نفس النوع. وفي الحاضر كيشوف الفارو صوره في التلفازه مطابقه للملامح ديال جاكال بعد ما نشرها الاعلام باش الا عرفوا شي واحد يتصل بالبوليس. وكيوري الصوره لنوريا اللي كتصدم وكتمشي تتصل به في البلاصه وتتقول له على اللي شافته في التلفازه وهي وخوها. وهنا كيتوتر جاكال وكيطلب منها ما تقول عليه حتى حاجه لشي واحد، وكتاكد نوريا باللي هو الجاني اللي تيقلبوا عليه البوليس. وكتصدم من هاد الحقيقه. في ثاني يوم كتمشي بيانكا تزور لاري في الحبس، كيصدمها بمضايا كان موجدها في الحبس كيذبح بها راسو قدام عينيها. كنرجعوا مره اخرى للماضي ديال جاكال اللي كيكون مع صاحبه غاري بعاد على المدرعه اللي فيها الكتيبه ديالهم. فجاه كيتصدم غاري بالمدرعه وهي كتنفجر من وراه، وكيبان باللي جاكال هو اللي فجرها من بعيد. وكيقول غاري باللي من دابا للفوق خاصنا نمشيو لشي بلاصه حتى واحد ما غيعرفنا فيها. وكنرجعوا للحاضر مع ايزابيل طون بمطيشه. كتصدم بيانكا بعد كاع المجهود اللي دارت بانها غادي تسد التحقيق في قضيه جاكال، وهذا الشيء راجع لكونها في كل مره كينفذوا شي تدخل كيخسروا ناس بلا حتى شي نتيجه. وكتهددها باللي غتفصلها على الخدمه الا لقاتها كدير شي حاجه بلا خبارها. جاكال في هذا الوقيته كيوصل لاسبانيا وكيتلاقى بنوريا اللي كانت مقلقه منه بزاف، وكتعطيه فرصه اخيره باش
يعاود لها الحقيقه ديالو. وهنا كيضطر الجاكال باش يعترف لها بانه كيقتل الناس مقابل الفلوس، وكتصدم فيه نوريا للمره الثالثه وما كتكون عارفه شنو دير. في النهار التالي كتقول له باللي خوها الفارو عنده شي مشكل مع شي رجل عصابه سميتو جيمي، وكتكون خايفه على خوها بزاف منه، وكيطمنها الجاكال بلي غيتكلف بالموضوع. في النهار الثاني كيمشي كيقتل جيمي بالقناصه فاش كان جالس مع الفارو في القهوه. وفي النهار اللي تيكون اولي مخطط فيه باش يعلن على المنتج ديالو، كيمشي الجاكال مع الصباح للبلاصه اللي هو عارف اولي كيغطس فيها. كيبلاصي الباطو ديالو قريب من ديك البلاصه، وكيف كيوصل تما كيجبد موس كيذبح به القبطان ديال داك المركب. وكيبقى يتسنى الجاكال بوحدو لساعات على المركب لحد ما كيبان اولي ببدله الغطس كينزل للبحر قدام عينيه. وفي ديك الوقيته الجاكال كيوجد القناصه ديالو باش يغتالو وهو في الماء، ولكن الحراس ديالو كيردوا له البال وكيطلبوا من اولي يبقى غاطس تحت الماء. المساعد ديالو كينزلو تحت الماء باش ما يقنصوش، ولكن اولي ما كيقدش يصبر بزاف. وكيف كيطلعوا الجاكال كيتيري برصاصه كضرب المساعد ديالو في الراس. اولي كيخاف بزاف وكيعاود يغطس مره اخرى وهو مصدوم، وكيف ما كيخرج راسو من الماء باش يتنفس. كيزرع له الجاكال رصاصه في دماغه كيقتلو، وتيكون نفذ العمليه ديالو بنجاح. من وراها تيكون الجاكال سايق الطوموبيل في الطريق، وكيوقفوا واحد البوليسي في الطريق باغي يفتشو. هنا كيضربوا الجاكال بالطوموبيل وكيهرب منه، وكيبداو البوليس تابعينو من اللور، ولكن تيقدر بذكاء يهرب منهم وتلفهم في الزناقي. فهاد الوقيته كتقرر بيانكا تستقل من الخدمه بعد ما منعتها ايزابيل تكمل التحقيق. وباللي كيعرف وزير الخارجيه بالاستقاله ديالها كيطلب من ايزابيل تخليها تتعامل بالطريقه اللي بغات. فكتمشي ايزابيل لدارها وكتقول لها بلي بدلت الراي ديالها وغادي تخليها تكمل التحقيق ديالها، ولكن بيانكا كتعتذر ليها وكتقول لها بلي ما غاديش ترجع. ولكن بلي كتمشي ايزابيل كتبدا تفكر مع راسها وكتقرر تكمل هاد القضيه وبعدها تستقل مره اخرى، وكترجع للتحقيق وكتسافر لاسبانيا باش تحقق في الموت ديال اولي. وكتكتشف ان الفارو تشد بتهمه قتل جيمي، ولكن كيطلقوه باللي كيكتشفوا انه ما مشاركش في الجريمه. ولكن بيانكا كانت عارفه ان جيمي تغسل بنفس الاحترافيه ديال الجاكال، وكتبدا تبحث في حياه الفارو على امل توصل للجاكال من خلاله. فكتقول لها انه اسباني وعايش مع اختو اللي مزوجه بانجليزي لاباس عليه. وهنا كتاكد بيانكا بنسبه كبيره ان راجل اختو يقدر يكون هو الجاكال. كتجيب العنوان اللي ساكن فيه الفارو وكتمشي هي وشريكها باش يراقبوه، ولكن كيف ما كيوصل الجاكال للدار كيشوفوه كيتبعوه من اللور باش يشدوه. في هاد الوقيته تيكون الجاكال في الخزنه ديالو تيجمع في حوايجو، وتتجيلو مكالمه من زينه كتقول له فيها باللي البوليس قدروا يوصلوا لبلاصتو وخاصو يرد البال. وبالفعل الجاكال كيوجد راسو وكيكتشف باللي شي واحد دخل للدار. وفي نفس اللحظه الفارو كان في الدار، كيف ما كيشوف البوليسي كيبغي يتيري فيه، ولكن كيضربوا فينس بالغلط. وهنا الجاكال كيبدا يتيري عليهم وكيتضرب فينس شريك بيانكا برصاصه وكيموت. في هاد الاثناء بيانكا كتبدا تهضر مع الجاكال وكتواعدو انها غتعاونو توقف في الصف ديالو، وكتقول له باللي ما باغاش منه بزاف من غير يعترف ليها بالناس اللي تيخدم معاهم. ولكن للاسف ما كتردش البال باللي كانت في مواجهه مع الجاكال السفاح بوحدها، وهذا الشيء كيخليها تكون بريكول بسيط كيضربوا الجاكال قبل ما يمشي ناس. وفي لحظه الصمت كيخرج الجاكال من المخبأ ديالو وكيزرع عليها رصاصه في دماغها كتموت في الحين. كيهز الطوموبيل وكيهرب، وفي الطريق كيدير كسيده ولكن كينجا منها باعجوبه وكيقدر يهرب من اسبانيا. بعد ما كدوز مده كيسافر باش يتلاقى بزينه كياخذ منها معلومات على المنظمه اللي كانت خدامه معاها، حيت الظاهر انهم ما صيفطولوش فلوسه بعد ما اغتال اولي. الجاكال ماشي من النوع ديال الناس اللي غادي تبغيه يكون كيتسالك شي حاجه. زينه تتكون حتى هي هربات من المنظمه بعد ما حاولوا يقتلوها باش يخفيو الاثر ديالهم، وكيوعدها باللي كيف ما يساليش التزامات عنده غادي يتوجه ديريكت باش يسلم على المنظمه ديال زينه. وباش تعرفوا شمن الالتزامات كيهضر عليهم الجاكال، فراه كيهضر على مراتو نوريا اللي كانت هربات من اسبانيا قبل ما يوصلوا البوليس، وكيكونوا مريحين في الكرسي في حال لا حاجه ما وقعات، وكل شي رجع لبلاصتو كيسالي هذا المسلسل الواعر. ودابا ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم.